السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا النهارده مش جاي أوريكم طريقة طبخ الكوسة. أنا عارف إن في من المتابعين اللي عندي ناس شطار قوي، ما شاء الله تبارك الله، يعني كلكم مهارة. ولكن أنا جاي أوريكم أو أعرفكم كده إن في طرق تانية مختلفة للطبخ غير الطريقة الاعتيادية اللي إحنا واخدين عليها. وأنا طبقتها على الكوسة بما إن الكوسة عندي الأولاد مش بيفضلوها قوي، ولكن بالطريقة ديت الكوسة كانت عندهم ليها طعم مختلف وقبلوها وكلوها وبقت زي الفل. طيب انا بجيب الكوسه بقشرها بالمقشره بتاعه البطاطس كده، بجرحها وبرجع اقطعها خرط كبيره عشان انتوا عارفين الكوسه ما بتستحملش، فبزود يعني ايه التقطيعه بخليها كبيره شويه. واجيب الحله عليها معلقه سمنه وبصلايه ناعمه واقلبها تقليبه والتانيه، وبنزل باللحمه بتاعتي. دول حوالي نص كيلو لحمه. اللحمه دي يا جماعه لحمه القوات المسلحه اللي بجيبها من الاكشاك بتاعه القوات المسلحه ب 180 جنيه دلوقتي، كانت من اسبوع ب 170. والحبهان والورق اللورا بتاعنا، واقلب بيها تتشوح لحد لما اللون الاحمر يروح. وهزود ميه سخنه، ميه سخنه، ونص معلقه الفلفل الاسود، ومش هنحط ملح خالص لما اللحمه تستوي. وهنقفل عليها بعد نص ساعه. اللحمه كده دخلت يا جماعه في نص سوا. هشيل بقى هشيل ورق اللورا واشيل الحبهان، وهضيف معلقه من الثوم عشان انا بحب على الكوسه بتاعتي ثوم. لو انت مش حابه الثوم ما تحطهوش. وده نص كيلو من الطماطم معصور ومتصفي. وهحط هنا بقى فلفل اسود تاني، وهزود هنا الملح بتاعي، وهسيب اللحمه تتسبك مع الطماطم لما تبقى من المنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنا ده الاساس. هحط انا ايه بقى؟ كوسه. طب انت ممكن تعملي بالبسله، ممكن تعملي فاصوليا، ممكن تعملي لوبيا، ممكن تحطي سبانخ زي الاخت اللي كانت بتسالني طريقه الطبيخ. عايزين نتعلم طريقه الطبيخ دي، طريقه بس مختلفه شويه. الطريقه دي يا جماعه انا بقول مختلفه غير الطريقه الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها. وهي دي المعتمده في اغلب المطاعم، بس كميات كبيره. بتبقى عباره عن كميه من اللحم مستوي في متسبك، وبيضيف هو الخضار اللي هو عايزه، وبيعمل الطواجن اللي هو عايزها. مجرد ما يعبي الطواجن ويدخلها في الفرن، اللحمه داخله مستويه 3/4 سوا. مجرد ما الخضار يشرب الصلصه بيبقى مستوي. وزي ما انتم شايفين بالمنظر النهائي ده، الطريقه دي حلوه قوي في الطبخ. عيبها ايه؟ عشان برضو للامانه ان طبعا ما بيبقاش فيه شوربه. ده العيب بتاع الطبخه ديت. تمام. وزي ما قلت لكم انا بستخدم ده اللحم بتاع القوات المسلحه. هو بياخد سوا شويه ولكن طعمه جميل جدا. شايفين دايب خالص اهو بالمنظر، بالمعلقه بيفك منها، وطعمه جميل جدا جدا. جربوا الطريقه دي في الطبخ وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.